فلما بحثنا بحث بسيط وجدنا عجبا يا اخي، عجبا. بسم الله. الكتاب الاول لمؤلفته فافر لوسيان كيقول لك توت لانكونوس دو لا قصبه دالجير، قال لك الاشياء الغير معروفه في القصبه ديال الجزائر، وتحكي على القصبه وكتقول لك يعني لم نجد دعاره واحده، وجدنا دعارتين، دعاره النساء ودعاره الرجال. هذه ليست مفاجاه، ممكن أن تكون ضار، لكن غنقول لك المفاجاه اللي كانت. ففي الصفحه 103 كتقول عدة آلاف من العاهرات في مدينة الجزائر، هذه في البداية ديال الاستعمار الفرنسي، عدة آلاف. والعدة إذا قلنا بمنطق التبعيض أقله 3 وأكثره 9، يعني من 3000 إلى 9000، بضعة آلاف. وتقضي وحدها القصبة، حي ديال القصبة كانت تضم عددا قارا، يعني كيقول لك هذا العدد لأن قال لك هذه الآلاف يتغير، بعضهم يموت، بعضهم يتزوج، بعضهم يرحل. لا قال لك العدد القار اللي كاين في الحي القصبة، هذا بوسبير ديال الجزائر اللي قلنا بأنه كانت تسمية رائجة في الجغرافيا ديال الجزائر. قال لك عددا قارا من بائعات الهواء يتراوح بين 500 و 600 عاهرة، هذا عدد قار، يوميا تجد العدد 600 عاهرة. المثل يقول من كان بيته من زجاج لا يرمي بيوت الرجال بالحجارة. أنا نردها بالمورطي يا خوتي، سامحوني اليوم كف كود بيا المرارك. شوف، هذا بعد ما تطاولتم على الشريفات الجزائريات، أبناء أو بنات المجاهدات أو أبناء المجاهد، يطاول عليهم واحد خرا. تعال معي لهذه اللعبة القذرة. كنت تقولوا لي السيد كان يقرأ من الكتاب، أروح نجيب لك 600 كتاب من هم ملوككم اللي كانوا يتاجروا بنسائكم، وكيفاش كانوا يمتلكون قرية كاملة من النساء، هذه واحدة ما فيهاش راجل واحد تم ممنوع. والثانية كيفاش كان يستعمل الجيش الإسباني نساءكم، والثالثة الجيش الفرنسي نساءكم، والرابعة والمبهرة الجيش الأمريكي وعجبوا الحال مع نساك. والسر في هذا كامل سنكشفه لكم، ونكشف لكم بوسبير متى تم تأسيسه، ونكشف لكم بيوت أخرى كما بوسبير لكن لحد الساعة ما سمعش بها الجزائري. درك نسمعكم بها ونسمع بها العالم العربي. لهذا خوتي الجزائريين شرفاء كامل لايك وخلونا نبهدلوهم آخر تبهدلة وآخر صيح. الموضوع يقول كيف انتشرت ظاهرة بيع الجسد بالمغرب. هكذا انتشرت الدعارة بالمغرب، الدعارة لتحقيق الربح وتخريب الأخلاق في عهد الحماية، يا مخربين الأخلاق. يقول محمد المختار السوسي، هذا مؤلف مروكي، في كتابه المعسول: لم تشع الأخلاق الفاسدة إلا بعد الاحتلال الذي جرى كل وباله على المغرب. لكن في هذه مغلوطة شوية السيد، صح معليش، إلا أنه يمكن إلصاق جميع النقائص والنكبات والمساوئ بالأجنبي. لا قال لكم ما تلصقوهمش، لأنه هذه العادة في المراركة، هما اللي يديروا هذه الصوالح. ومن بين غرائب بلادنا بهذا الخصوص أن النصوص التي ورثناها عن الاستعمار والمتعلقة بالضرائب نصت بصريح العبارة على إقرار دور الدعارة وشققها في النصوص التي ظلت سارية المفعول عقودا بعد حصول المغرب على استقلاله. هنايا بالمعنى وبالمختصر قال لكم انتوما مازالكم محمية فرنسية، وشرطت فيكم أنه لازم تبقى بيوت الدعارة شغالة لكل العالم الأجنبي والعربي. لهذا رانا نشوفوا كل سنة 50,000 طفل يلقاوه في لابوبال مرمي في المغرب، ماشي في دولة واحدة أخرى. زي تبع معايا، إذ نجد تلك النصوص فرض ضريبة الباتانتا، هذه يقولوا لها ضريبة الباتانتا، على ما يسمى دور المتعة، وهي فضاءات سكنية مخصصة للدعارة. أي بالمعنى اللي عنده أخته حاب يجيبها تخدم يديها لهذه البلاصة ويخلص ضريبة الباتانتا اللي هي المنطقة يسموها دور المتعة، يعني تحب تروح تمتع هذه هي البلاصة. وإن كانت قد شاعت في عهد الحماية بشكل لم يسبق أن عرفه المغرب، وبالأحياء الشعبية وتجميع العاهرات في ماخورات بورديلات بالمعنى. حاشاكم خوتي راك تسمعوا المراركة، ما سمعوا مليح. وخلال القرن السادس عشر كتب الحسن محمد الوزان في وصفه لإفريقيا أنه عاين بمدينة فاس دورا عمومية تمارس فيها الدعارة بثمن بخس تحت حماية رئيس الشرطة أو حاكم المدينة. وبعد يقول لك حنايا مملكة 13 قرن. يا ولدي مش من مملكة، الله يهديك، مملكة الماخورات والبورديلات. مش من مملكة، الملك اللي يجي ليكم يدي أهل ويفعل ويدير اللي فيها. زيد تبع معايا زين. وجاء في كتاب محمد غريط، هذا اللي كان يقول لي راه يقرا من الكتب، هاني جبت لك 600 كتاب روح تقرا منه تاريخ نتاعك
تاعك المنتن ومازال هذا راه غير 1%. فواصل الجمان في أنباء وزراء الزمان، هذا كتاب سنة 1927. قال: صار الناس بالعاصمة العلمية فاس يوم الجمعة كما كان أهل الأندلس يوم السبت. وش داروا أخوتي هنايا؟ الكارثة عظمى. شوف كانوا يديروا المراركة. شوف يفعلون فعائل أصحاب الطاغوت. وش داروا الحاج؟ فهمنا. تشوف من البروز إلى خارج المدينة، يخرجوا خارج المدينة، ورفع الأصوات بالمواليات والأسجال، واختلاط النساء بالرجال، متعطرات متبرجات كأنهن بكل ناظر متزوجات. يعني هنايا المعنى وش قال لك؟ قال لك يخرجوا الزهو كما احنا نقولوا الغايطة والبندير والنسم مسقمات رواحة وقاع. قال لك تشوفهم تقول هذو متزوجات، وهما يحتفلوا بيوم الجمعة، يعني يوم الجمعة اللي هو عيد المؤمنين هكذا. هما يروحوا يحتفلوا يديروا الكوارث. راك شايف جدادك اش كانوا يديروا مروكي؟ زيد تبع معايا زيد. مازال قال لك في عصر الجاهلية الغابر وما صراتش. كما سجل الكاتب الفرنسي روجي لو تورنو في إحدى مؤلفاته، وكان قد عاش بمدينة فاس قبل الاحتلال الفرنسي وبعده. وأكد لي على بعده هو مد جملة من المعلومات والملاحظات حول الدعارة بتلك المدينة، إذ قال إن البغاء كان يشمل أغلب البيوت. وين؟ في القصبة، يعني مش قصبة يعني قصبة بوجلود وقصبة تامريرت، وبالقرب من باب فتوح وكل الأحياء الفقيرة. عبوكش المعنى السيد اللي كان يهضر لكم على كازبا اللي في بداية الفيديو اللي هو المروكي، راه كان يقصد على القصبة تاعهم بهذيقة العمر ما لقاش كيف يديرها وشرنا كيفاش نخرجوا له، كيما خرجنا بأم حسن وبعد لقيناها من فاس. راك شاها فاهم؟ وسموها غولة فاس. هاو درك خرج بلا كازبا جاي يشوه جماعة العاصمة، درك هاي تقلبت عليه الآية. فهمتوا؟ التي كانت تعجب النساء القادمات من البادية والفاسقات كان يقتلن في منازل تكتريها القوادات حشاكم، ويتقاضى منهن ممثل السلطة مبالغ مالية معينة. واشتهر حي مولاي عبد الله اللي هو راه حاليا في المروك، وهو حي يحمل اسم باشا المدينة آنذاك عبد الله أحمد، والذي جعل المنازل رهن إشارة نساء وافدات إلى فاس مقابل مبلغ مالي يدفعنه أسبوعيا أو شهريا. يعني تحب تخلص شهريا هذوك النساء المومسات اللي هما قال لك راه من أغلب البيوت اللي في المروك كانوا يخدموا هذه الصوالح. هما اللي خاوتي الكتاب هذو اللي كتبوه هما فرنسيين كانوا عايشين في هذاك العصر، ومراركة كانوا عايشين في القرون الوسطى والقرون نتاعنا اللي رانا نشوفوا فيها، وراهم هما اللي راهم يبهدلوا فيهم. مانيش انا، ما تجيش من بعد تقول لي قذف المحصنات من هادو الناس كانوا عايشين. شنو تجي تقول لي اسطرهم هو يهاجم لي في بلادي وتجي تقول لي اسطرهم؟ يعني انت ما عندكش النيف، ما عندكش الشرف. معليش غدوه كي واحد يطلع لك على دارك ويلعب لك اللعبه ثم استر روحك انت، فهمتني؟ كما إن هناك كتابات في القرن الثامن عشر تؤرخ ظاهرة الدعارة بالمغرب، ومنها ما جاء في كتاب عبد الرحمن زيدان اختلاف أعلام الناس لجمال أخبار. أشفالي على هذا العنوان، اختلاف أعلام الناس لجمال أخبار حاضرة مكناس. اكتبوا هذا الكتاب دوك تخرج لكم فيه الدعارة في المغرب. أن السلطان عبد الرحمن سنة 1922 اللي حكمها حتى 1859، اشفى معايا هذا السلطان عبد الرحمن كانوا يزخوا به. السلطان عبد الرحمن السلطان اروح تشوف واش دار في احدى رسالاته. قال لك تسلط الشيوخ في نساء رعاياهم بالاحتيال والقبض على من كانت عنده زوجة حسناء. يعني هذا السلطان عبد الرحمن كان واحد اي راجل مروكي عنده مرأة زينة شابة بزاف يخطفها له ويديها وما يزيش يشوفها وين يبعثها. قال لك تسلط الشيوخ في نساء رعاياهم بالاحتيال والقبض على من كانت عنده زوجة حسناء حتى يتوصلوا للإفساد فيها. وورد في تاريخ الضعيف الرباطي يشفوا على هذه الكتب أن القائد الحبيب المالكي سيطر على قرية كاملة. هذا الحبيب المالكي قرية كاملة بالنساء سيطر عليها وحده، ممنوع منعا باتا يدخلوا لها الرجال. هذه القرية سيطر عليها سنة 1767. مملكة 13 قرن في الدع وجعلها خاصة به، ولو ممنوعة الراجل المروكي بن الراجل يدخلها، ليس فيها إلا النساء، ممنوعة على الرجال ولا يدخلها إلا هو وحده. يعني هذا السي الحبيب المالكي كان مسيطر على قريتكم كاملة، والراجل بن الراجل يهدر كلمة، واللي عنده مرأة شابة يجيبها لهذيك القرية وممنوع تزيد تشوفها يلعب معها سي الحبيب المالكي.
فهمت؟ مروكي اللي عندك 13 قرن في الدع دع دع دع. منين كان يأتي بالنساء؟ منين يجي فيهم؟ وكان يأتي بالنساء بالإكراه، ومن بعد اعتقلوا السلطان محمد بن عبد الله إلا أن وافته المنية. زيد معي. وفي سوس كان الوسطاء يضعون أيديهم على البنات الجميلات ويبيعوهن إلى القيادة الكبار. يا جدكم كلش للبيع في المروك، كلش في الحوز وإلى أثرياء المدن. وكان باشا مراكش السيد تهامي الكلاوي اللي هو أب الحسن الثاني أكبر تاجر في النساء. فهمت عليه؟ اتهموا هذه. شوف، هذه الصحافة الفرنسية هي اللي قالت تقرير أنه التهامي الكلاوي هو أب الحسن الثاني وليس محمد الخامس هو أب الحسن الثاني. روحوا شوفوا الصحافة الفرنسية المقروءة والمكتوبة تلقاهم يحكوا عليها، ما تخباوش المراركة. 13 قرن في الدع دع 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 دابرك مولاه. هذا تهامي الكلاوي يعتبر أكبر تاجر في النساء، يراقب عددا كبيرا من منازل الدعارة وضمت ما يناهز 6000 دعدوعة. 6000 دعدوعة، وكانت كل واحدة تدفع له 100 فرنك يوميا. لمن للسي الكلاوي اللي يقولوا له المراركة سيدنا مهلي فينا باش الله اعلم، كان مهلي فين ساكن فيه هذه معاكم، هذا وين فوقتوا سيدنا مهلي فين سنة قولوها ما تحشموش المراركة. والكتاب هذا ما أكده جيدولانوي، اكتبوا جيدولانوي في كتابه اللي يعطي جوان محمد الخامس نهاية الحماية. اكتبوا هذا هو العنوان تاع الكتاب اللي يعطي جوان محمد الخامس نهاية الحماية، والمنشور سنة 1988. ومنذ غرس أقدامه بالمغرب عمل الاستعمار على تشجيع الدعارة، ففي سنة 1894 فتح دار للدعدع في المغرب، وفتح نادي أنفا. هذا نادي أنفا خاوتي اللي حكيت لكم عليه في بداية الفيديو، النادي أنفا ونادي بوسبير، والنوادي هذه لازم تتذكروا أسمائها. نادي أنفا يعني أبناء أنفا، وأبناء بوسبير راهم هما بزاف، وهذا الأبواب نتاعو بالدار البيضاء. وسلك الإسبان نفس الدرب ودشنوا النادي الإسباني، وبذلك دخلت أشكال جديدة من الدع دع 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 للمغرب، وبدأت تظهر طقوس من غير مألوفة في مجال تسلية زبناء المتعة وتلبية رغباتهم وطلباتهم. نعم سي في المغرب قول برك وما تخافش. منذ هجوم بوخ الحربية الفرنسية على الدار البيضاء في سنة 1907، سجلوا هذا التاريخ عندكم الجزائريين ويا المراركة. وشني هذا تاريخ 1907؟ في تاريخ 1907 صار تشييد أحياء الدع دع 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 موازيا لحملات الغزو الفرنسي بشكل يستجيب لحاجيات الجنود في إشباع رغبتهم الجنسية. لهذا وبعد سنوات قام المسمى بروسبير اللي هو أنشأ بوسبير سنة 1907 وتشييد أول ماخور أي بورديل بالدار البيضاء، وهو المعروف عند المراركة القدامى ببوسبير. وفي سنة 1908 أنشأ مرقص، يعني حكمته في المروك لاح في 1907 انشأ لهم هذا الحي العريق اللي هو بوسبير اللي فيه الدعدعات بزاف. من بعدها بعام برك يعني عام واحد فقط زاد أنشأ مرقص يسموه إيدن كونسير، وكان خاصا للضباط مقابل مبالغ مالية كبيرة آنذاك، كما اشتهر وقتئذ مقهى التجار نيكوسيان في طريق الميناء. راه عندكم بيوت بزاف تاع دعدعاته، راه عندكم عمره في المروك دع 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 راه بزاف المراركه. وراك من دعدع انت ولادهم ولا منين جيت انت؟ ولاد الاسبان ولا ولاد فرنسا ولا الامريكان؟ فهمونا دروك، راهم كاين ثلاثه دروك راني جايكم الامريكان واش داروا. وكان الجيش الفرنسي كلما تمكن من السيطره على منطقه فتح فيها وكرا للدعارة. وهي فرنسا يعني كانت فاتحة كاع المغرب، السما كامل كانت مفتوحة فيها أوكار للدعدع دعدع. والكارثة وين؟ زاد هذوك الدعدعات اللي لمدوهم وفتحوا بهم بيوت الدعدع زادوا جندوهم في الجيش الفرنسي. وش يخدموا الخدمة نتاعهم؟ هل هن يحملن السلاح؟ نو. هل هن يطبخن لهن للجيش الفرنسي؟ نو. وش يديروا؟ وشجع وسطاء البغاء على جمع النساء ومنحهن رخصة العمل بتعليمات مباشرة من المارشال ليوطي الذي حرص على تنظيم الدعارة المتنقلة عبر تجنيد العشرات من المومسات للسير وراء القوافل العسكرية الفرنسية. نعم الشيء مالا جدتك راه كانت تلعب تروح تمشي مع الفرنسيين، وش كتدير
كدير؟ كطيب لهم، كانت تشكن في الجزائريين اللي عندهم. واش كتدير؟ شوفوا معايا واش كتدير. إذ كانت نساء مروكيات تخيمنا غير بعيد عن معسكرات الجيش الفرنسي وترافقنا الجنود في تحركاتهم ما عدا فصل الشتاء. يعني مسكين هذاك الجندي كي تضربوا السخانه لازم يلقى واحد الدعدعات مروكيات قدامه ما مش بعاد على المعسكر، يروح يقضي صلاحته ويعاود يرجع للمعسكر تاعو باش ما يدوخوش في الفتوحات القادمه. راك فاهمني؟ مروكي مليح التاريخ هكذا. واش بن عمكم كيما التاريخ درك تشوفوا احنا واش نديروا فيكم. والله لا يندم، والله لا يندم. تقرا كتب واللي تعرف تقرا الكتب يلي كلمات منمنمه ما عرفتش تقراها العقون. ولما نزل الجنود الامريكيون في نوفمبر 1942، هذه راه للتاريخ على بالي معلومات اول مره تعرفوها، في شواطئ المحمديه وآسفي والمهديه بالقرب من القنيطره توسعت فضاءات الدعارة. كانت هي من بكري مخروبة، خربوها الإسبان وزادوا خربوها الفرنسيس ودخلوا الأمريكان، وقال لك توسعت الفتوحات نتاع الدعدعات الدعاديع والدعاديع. حيث وبعد الحرب العالمية الثانية استقر الأمريكيون وين؟ في قواعد القنيطرة وضواحيها والنواصر وبن جرير. يعني عجبهم الحال الامريكان، لقاو الحياه طايبه والدنيا عامره والعصافير وتزقزق. قال لك اخويا انا نروح الامريكان، يو كلش هنا باطل ونجيب الذر بلا ما يحاسبوني ونطيش ونروح. فاهم؟ وتكاثرت النساء المتواجدات بمخور بوسبير بالدار البيضاء، اذ من 700 دعدوعة سنة 1960 وصل عددهن إلى 3000 بعد توسيعه ليشمل المدينة القديمة والجديدة. يعني هنا داروا بروجي، احنا درنا بروجي توسيع طريق السيار، توسيع الموانئ، توسيع غار جبيلات، توسيع هذيك. هما لا هما داروا توسيع دار بوسبير التي تجيب الدعدوعات. كانت حوالي 500 و600 و700 وصلت الى 3000. يعني مشروع كبير. الله يبارك راكم في تحسن. عليه تقولوا لنا راكم رانا هاربين عليكم بسنين ضوئيه، مشكله. وتعددت كذلك بمدينه الرباط والمواخير في ضم في الخمسينات اكثر من 1000 امراه علاوه على منازل خاصه في مراكش. واشتهر حي عرصة موسى، هذا مراكش عرصة موسى اللي هو بوسبير نتاع دار البيضاء. فهمتوني درك؟ يعني في مراكش عرصة موسى هذه بيت من بيوت اللي خرجت الاشبال نتاع المغرب. شايف؟ تذكر المغرب اضحك. والبوسبير ثاني خرج ثاني اشبال. عرصة موسى وبوسبير يضم مئات من بائعات الدلاع. لا الهوى كما جعل الباشا الكلاوي، اسمع معايا، الباشا الكلاوي اذا ما طلقكمش جدكم، في بعض الاحياء الراقيه اوكارا للدعدعدع في كيليز وغيرها. وفي سنه 1951 تم تشييد ماخور اخر يسموه سفاكس بالمحمديه، وكان وقتئذ اكبر ماخور في شمال افريقيا. المهم انايا درك قريت لك تاريخك مروكي باش ما نطولش عليك، وراني طولت وتعبت من القراءه والمونتاج وكاع. نتمنى كامل لايك خاوتي ما تبخلوش. تاريخك الزفت هذا راني ليك شفتوه 1% برك مازال، وهذاك اللي شفتوه في بدايه الفيديو قلت لكم ساجعله يندم على قراءه التاريخ. سنكشف التاريخ الحقيقي للمراركه. عمرنا لا هضرنا احنا على الدعاره والصوالح هذه، ما نهضروش عليها احنا رجال ولا رجال، بصح كي خلطوا لاقي على روحك المروكي. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. نتمنى تشجعوا هذا الفيديو بلايك واشتراك في القناه باش المره الجايه نخدم لكم جزء ثاني اللي هو المراركه النوم يطير عليهم. تحياتي لكم جميعا، اخوكم ابن الدوله الجزائريه من دوله موزمبيق الشقيقه.